السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك للنادي الزمالك. قدم مباراة جيدة وقدر يفوز على انيمبا 3 أهداف مقابل هدف. جزيرة هدفين، زيزو هدف. المشكلة يا جماعة في النادي الأهلي. نادي الزمالك صعد خلاص، خلصنا. والنادي الأهلي صعد، بس النادي الأهلي ما انهزمش في القاهرة من 4 سنين. موسم 21 كان متهيألي انهزم من صن داونز. فالنادي الاهلي في حاله فنيه مش هي الافضل، ويمكن احنا اتكلمنا الفتره اللي فاتت وكل الناس بتتكلم وكل المحللين بتتكلم، حتى في اختلاف على المدرب، يمشي المدرب يقعد المدرب. وانا شايف فنيا النادي الاهلي اما بيواجه اما بيواجه فرقه منظمه عندها حلول هجوميه بيبقى عنده مشاكل. والنادي الاهلي السنه دي هيبقى عنده مشاكل كتير في مباريات كتير. اللهم الا فين لما حسين بيجي، حسين الشحات بيبقى موفق. امام وفروقه، وسام ابو علي كده. انما النادي الاهلي اللي احنا نعرفه، النادي الاهلي اللي عنده المفروض حلول هجوميه 1 و2 و3 و4، مش هو ده النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه وعلى ادائه. فنتمنى يكون فيه اضافات او تغييرات من داخل الفرقه للنادي الاهلي يبقى افضل. الهزيمه مش نهايه المطاف. انهزم من اورلاندو في القاهره، يعني حاجه مش طبيعي بتاع النادي الاهلي، او حاجه تضايق بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره. ولكن باذن الله اللي جاي افضل. بس النادي الاهلي يعني هيواجه، لو بالاداء ده هيواجه مشاكل كبيره. نتمنى ان النادي الاهلي يرجع لطبيعته بسرعه ان شاء الله. داخل على دور 8 والدنيا اصعب وتتصعب، فنتمنى باذن الله نشوف النادي الاهلي اللي احنا نعرفه.